حكايتنا النهاردة عن سلطانة الطرب وصوت الشعب. تعالوا نشوف الحكاية ايه. الفنانة شريفة فاضل صوت الشعب وأغاني صنعت التاريخ في مصر. اسمها الحقيقي فوقية محمود أحمد، اتولدت سنة 1938. رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، الأم المكلومة الباكية في كل ليلة على رحيل ابنها، والتي لقبت بسببه بلقب أم البطل أم الشهيد. كانت كل يوم تسلم عليه، تدعو له وتدعي لكل الشهداء وتطلب منه أن يأخذ بيها للجنة. قدمت شريفة فاضل أغنية أم البطل، وهي الأغنية اللي تسببت في نزيف حاد في أحبالها الصوتية بعد حرب أكتوبر. وهي بتغني الأغنية حاولت تحبس دموعها خلال الأغنية فأصيبت بنزيف. شريفة فاضل أهدت الوطن أغلى ما تملك وقطعة من قلبها، فهي أم البطل الشهيد سيد السيد بدير الذي استشهد في حرب الاستنزاف. فغنت أمه لأمهات الأبطال بدمها ودموعها لتشد من عزائم الأبطال المحاربين بأغنيتها الشهيرة أم البطل بعد تحقق النصر. الراحلة شريفة فاضل لها العديد من الأعمال التي تعيش في الوجدان، ومن أغانيها تم البدري بدري، وأغنية أم البطل، وأغنية مبروك عليك يا معجباني، وأغنية حارة السقايين، والعديد من الأغاني الرائعة. رحلة تألق ونجومية وحزن وآلام وفراق ومسيرة حياة كانت فيها سلطانة الطرب تجلس على عرش الشهرة والنجومية. سمعها الأمراء والملوك والرؤساء واستحوذت على قلوب البسطاء. مرت بكل الأمجاد والأحزان والصدمات. كانت تتحدث قليلا فتشعر في حديثها بمدى تصالحها مع نفسها ومع الزمن. كانت تعيش بكلية واحدة حوالي 20 سنة، ومن فترة بدأت تعيش في عزلة من العالم وعزلة عن الوسط الفني. كانت مقتنعة تماما إن جيلها عاش فتراته ومرحلة، ودي كانت قناعتها للابتعاد. وأكتر 2 بيسألوا عليها من الفنانين فيفي عبده ونبيل عبيد. حاولوا بعض الصحفيين إنهم يجروا حوارات مع شريفة فاضل، وكان ردها إحنا خلاص اتكلمنا قلنا كل حاجة وخدنا وقتنا، أنا الحمد لله كويسة، وبقول للجمهور لكل وقت أذان، وأنا بعدت علشان كبرت وكل واحدة ليها وقت. ووجهت كلمة للأمهات الأبطال والشهداء قائلة لازم نصبر، ربنا يصبركم، لأن الأم هي رمز التضحية في كل وقت. وآخر أيامها بدأت أمراض الشيخوخة تداهمها، بالإضافة إلى وجود بعض المشاكل في رجليها. رحم الله سلطانة الطرب وأم البطل التي ستبقى حاضرة دائما في وجداننا رغم الغياب والرحيل. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.